بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيتكم اليوم اخواتي بوصفة تاع السردين بلا صوص. انا كنت جربت معكم من قبل سردين مقلي، وجربت معكم ايضا حوت في الفور، واليوم جيتكم ان شاء الله بهذه الوصفة. وصفة بزاف اقتصادية وبنينة في متناول الجميع. باش تخدموا هذا السردين تبعوا معايا طريقة التحضير. انا عندي كميه من السردين، انا شريت كميه قليله فقط. شوفوا الحجم تاعو جاني صغير بزاف. راح نحيلو هكذا الروز تاعو، نحيلو هذوك الاحشاء كامل من الداخل، نفتح الحبه في الوسط كيما راكم تشوفوا، ونحيل هذاك السلسول تاعها. مهم السردين تاعنا يكون منقي مليح، ما فيه حتى شوك ولا حتى شوائب، ما فيه والو. نكمل نقي الحوت انايا تاعي مليح، وانا غسلو 2 مرات ونعاود نولي لكم. هنا هذه كميه قليله من السردين، نصف الاخر راه مازال في الماء نغسل فيه. شوفوا نغسلو مليح ونصفيه، نحطو كيما هكذا في طبق صغير ولا كسكيسه ولا واش حبيتو، مهم باش يقطر كامل من الماء. من جهه اخرى انا هنا جبت الطاجين تاعي، حطيته سخن، حطيت فيه شويه زيت نباتي، حوالي 3 مغارف، حطيت فيه نص حبه بصله مرابيه. اللي يكون راح يدير كميه كبيره يكثر المقادير. نقليها مليح في هذاك الزيت. بعد زدت عليها انايا فصوص تاع ثوم، حوالي 3 فصوص ثوم، بهذه الطريقه. نقليهم مليح. هنا زدت حبه طوماطيش رابيتها وضفتها للخليط. هنايا نبدا نضيف في لي زيبيس اللي راح نديرهم. انا حندير شويه ملح، شويه فلفل احمر، بابريكا، شويه طوماطيش مصبره، ثوم بودر، فلفل كحل، وشويه كمون. اذا انا هذو هما لي زيبيس اللي استعملتهم في لاصوص تاعي، كل واحد واش يحب يخدم. كاين اللي يحب يدير الكركم، كاين اللي يحب يدير شويه زنجبيل، كل واحد ولي زيبيس اللي يحب يخدم بهم. هكذا انا رايحه نمرقو بالماء سخون، ندير حوالي كاس صغير تاع ماء. اللي عندها كميه كبيره تاع السردين تكثر شويه لي زيبيس وشويه البصل والطماطم، وايضا تكثر شويه ماء. اذا نغطوهم ونخلوهم يطوبوا. من جهه اخرى نروح نوجد هذاك السردين تاعي. انا هذاك السردين تاعي بعد ما نشف كامل من الماء
راح نلبسو هكذا بالفرشيطه. راح يجيني ساهل بزاف. يكون الحوت تاعها شويه متين، شويه كبير على هذا، تقدر ترحيه في الاشوار. هنا بعد ما رحيت كامل هذاك السردين تاعنا، درت عليه شويه فلفل كحل وشويه تاع ثوم بودر، ايضا درت له شويه تاع ملح، وندير له شويه تاع لا شابلور خبز يابس مرحي، ندير له حوالي مغرفه هكذا. انا استعملت مغرفه مش معمره بزاف. نخلط كلش مع بعض مليح. كاين اللي حاب يخدموا ايضا بالرز، انا ما عنديش الرز ما درتلوش. هنا انا درت له شويه تاع دبشه، كنت ميبستها ما عنديش خضره، اللي عندهم الاحسن يدير شويه دبشه ولا معدنوس هكذاك جدد. هنا طاجين تاعي راه سخون بزاف، راه شوفوا ما شاء الله لاصوص هذيك راهي قريب تنشف، راه كلش طايب. نبدا نحط فيه هذاك السردين تاعنا، نديرو هكذا بولات صغار ونحطو فيه هذيك لاصوص. هنا ما راحش يتفتح لنا ولا يصرالو اي حاجه، بالعكس راح يطيب ويجي ما شاء الله في المظهر تاعو يجي باهي بزاف. وهنا حوالي 5 دقائق الى 10 دقائق ونطفو عليها. السردين هذا تاعنا بالخف يطيب. هنا حطيت كامل الكميه اللي عندي، راح نغطي نخليهم يطيبوا ونعاود نولي معكم. انا شوفوا السردين تاعنا بعد ما طاب، نشوفوا الله يبارك جا ما شاء الله القوام تاعو جاب مليح بزاف، جات هذيك لاصوص ثقيله شويه، وفي البنه تاعو جا بنين. وطبعا دائما في الطياب كل واحد وذوق تاعو. نتمنى تجربوا الوصفه هذه وان شاء الله تنال اعجابكم. اللي مزيد من المعلومات خلوا لي اسئله تاعكم في لي كومونتير وانا نجاوبكم ان شاء الله. ما تنساوش تخلوا لي لايك، اللي مش مشترك في قناتي يشترك فضلا وليس امرا. نتمنى يبلغ عليها جميع يعني الاقارب والاهل تاعو باش ينضافوا معايا ان شاء الله. بارك الله فيكم، مع السلامه، الى فيديو لاحق ان شاء الله.